اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة. كل هذا اللي نسعى فيه هو مجرد سراب. هذه هي الحياة الدنيا، لعب وله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه حقيقة الحياة الدنيا، والله إن مغرورين فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وغني بالله عز وجل. سالفة أنك تصحى يوميا في ملك الله ويكون همك ربك، هنا بتجيك الدنيا غصبا عنها. والله إن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. شربة ماء ما يسقي. لكن الدنيا ما تسوي شيء. فأرجوك أعطيها حجمها وعش للآخرة. إنه ترى هذه الدنيا ممر، ليست دار قرار واستقرار أبدا، مرحلة عبور فقط. هذه الدنيا زائلة والله لا قيمة لها، والآخرة ترى هي المستقر. تأمل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثلها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. مثال عجيب. وفيه كل الحكمة. والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها.